أوصى مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتخصيص 9 مقاعد مباشرة للقارة الإفريقية في كأس العالم 2026، هذا إضافة إلى رفع حصة القارة الآسيوية إلى 8 مقاعد. منذ الإعلان عن زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2026 والكل ينتظر آلية توزيع المقاعد بين القارات، 48 مقعدا أوصى مكتب مجلس الفيفا بتوزيعها على الشكل التالي: 16 مقعدا لقارة أوروبا، 9 لإفريقيا، 8 لقارة آسيا، 6 مقاعد لأمريكا الجنوبية ومثلها لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد واحد لقارة أوقيانوسيا، أي 46 مقعدا. وحسب بيان الفيفا فإن المقعدين المتبقيين سيتم التنافس عليهما بين 6 منتخبات في بطولة مصغرة سيستضيفها البلد المنظم لكأس العالم، بطولة تضم منتخبا من كل قارة باستثناء أوروبا، على أن يكون المنتخب السادس من قارة البلد المستضيف. وجاء في البيان أن البلد المنظم يتأهل بصورة مباشرة على أن يخصم المقعد من قارته. أما في حال تم إسناد التنظيم إلى أكثر من بلد فإن عملية التأهل المباشر سيتم تحديد آليتها من قبل مجلس الفيفا. التوصية ستقدم للتصديق عليها من قبل مجلس الفيفا الذي سينعقد في 9 مايو في العاصمة البحرينية المنامة، قبل يومين من المؤتمر 67 للفيفا. إذا مشاهدينا، تطورات ورؤية جديدة في المرحلة المستقبلية لبطولة كأس العالم نتحدث عنها أكثر. يحضر معنا في الاستوديو ضيفنا الكريم محلل بقنوات بي إن سبورتس محمد حمادة. أهلا وسهلا فيك. يا هلا بكم محمد. أكيد تأثيرات على عدة أصعدة ولربما رفع حصة كل من القارتين الإفريقية والآسيوية، مما يشكل نسبة مهمة للحديث عنها وعن تأثيرات ارتفاع هذه النسبة. كابتن محمد، يعني منذ 10 من يناير الماضي اجتمع مجلس الفيفا ووافق بالإجماع على رفع عدد المنتخبات مشاركة في المونديال اعتبارا من 2026 من 32 منتخب إلى 48 منتخبا، وبالتالي من بعد هذا التاريخ تقريبا بدأ الحديث عن توزيع المنتخبات بحسب النظام الجديد، وسمعنا على أنه بالفعل آسيا سيكون لها 8 مقاعد بدل 4، ونسبة الزيادة هي 100%. بالنسبة إلى أفريقيا ستكون هناك 9 مقاعد بدلا من 5، والنسبة الزيادة هي 80%، وبالتالي الأمر ليس جديد. الاتحاد الأفريقي تحديدا حاول أن يزايد قليلا وقال ربما نطالب برفع العدد من 9 إلى 10، وفي نهاية المطاف هناك 9 مقاعد بالنسبة إلى الاتحاد الأفريقي. أكرر بالنسبة إلى النسب، بالنسبة إلى الكونكاكاف 6 مقاعد بدلا من 3 مقاعد، ونسبة الزيادة 100%. أوقيانيا مقعد مباشر للمرة الأولى، بمعنى وكان صفرا، الزيادة 100%. القارة الوحيدة التي بلغت فيها نسبة الزيادة قليلة نسبيا قياسا إلى القارات الأخرى هي أوروبا بدلا من 13 مقعدا ستكون هناك 16 مقعدا، ونسبة الزيادة 23%. ولكن كنا نتحدث قبل قليل معا وقلنا بأن طب أوروبا التي حصلت على أقل نسبة ما الذي ستفعل حتى تعوض هذه الخسارة إذا ما جاز القول؟ بكل بساطة هناك 16 مجموعة في النهائيات، وكل مجموعة تضم 3 منتخبات. إذا ما وزعنا 16 بطاقة أوروبية تكون هناك بطاقة في كل مجموعة، وبالتالي يضمن الأوروبيون أولا أن لا يلتقي منتخبان من نفس القارة الأوروبية في الدور الأول، هذا واحد. وثانيا الأوروبيون يعلمون تماما على أن المستوى لن يكون رفيعا ومرتفعا في الدور الأول، وعلى هذا الأساس قد يبلغ كم كبير من المنتخبات الأوروبية 16 منتخبا أكرر قد يبلغ الدور الثاني. هذه النقطة كان عليها إجماع كبير، الموضوع المستوى الفني والتخوف من تراجعه خاصة في الدور الأول من البطولة بحكم إشراك منتخبات قد تصل لأول مرة، أكيد ليس لها باع في الكرة. ولو أنه بداية التصريحات جاءت من رئيس الاتحاد الأوروبي تشيفريل الذي قال أن النسبة عادلة، وبالنسبة للكرة الأوروبية هذا التوزيع يرضيهم. لنقل بأمانة سواء في دوري محلي أو في مسابقة عالمية،
دائما 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 الدور الأول يكون لنعترف يكون متواضعا. في دوري أبطال أوروبا كأنه تماما في دوري أبطال أوروبا هناك فرق مغمورة جدا تصارع وتصارع، وبالتالي تخرج من تصفيات الدور الأول الثاني الثالث الرابع، ولا يصل إلا الكبار، إلا في منادر تكون هناك مفاجأة في دور المجموعات. نفس الشيء بالنسبة إلى أي دوري محلي، لا أقول في أوروبا، في إنجلترا، في إيطاليا، في ألمانيا، نفس الشيء. المهم بهذا الموضوع لا شك على أن المستوى سينخفض فنيا بالنسبة ل 48 منتخب، ولكن مع أن يبدأ دور خروج المغلوب اعتبارا من الدور الثاني ستختلف الصورة كليا. وفي نهاية المطاف عندما نقول على أن هناك دور ال16 بمعنى 16 منتخبا في هذا الدور، أفضل 16 منتخبا في العالم على الإطلاق. هي رفع عدد المنتخبات كانت من الشعارات الهامة التي رفعها إنفانتينو في المرحلة الجديدة، وإلى حد هناك جانب مالي أيضا للموضوع كابتن محمد، بربط التقارير مع زيادة العائدات المالية للبطولة بزيادة عدد المنتخبات. لنقول بأمانة هناك شقان. أولا بالنسبة إلى الدول التي كانت تحلم دائما بأن تتواجد في نهاية كأس العالم أصبحت فرصة أوسع، وبالتالي أنت تنمي، أنت تغذي، أنت تطور، تفرض على الدول هذه على أن تطور نفسها أكثر وأكثر. ومن ناحية أخرى بكل تأكيد الإمكانات أو الأرباح المالية سوف تزداد، وخصوصا من خلال حقوق النقل التلفزيوني. سيكون نقطة أكيد يعني يدار حولها الكثير من الحديث، ولو أنه بالنسبة للمستوى الفني يبقى هو في الصدارة، خاصة أيضا مع التغييرات التي ستتم على نظام البطولة بحد ذاته وتوزيعها من ناحية أيضا المجموعات. لنقول بأمانة على أنه في كل مجموعة ستكون هناك 3 منتخبات على الأقل، يعني في نهاية المطاف منتخبات كثيرة جدا، وخصوصا أقول بأمانة أوروبا لها حصة الأسد دائما. بالنسبة إلى أمريكا الجنوبية أيضا أنه ترتفع عدد البطاقات من 3 بطاقات إلى 6 بطاقات. أيضا سيتواجد أعداد كبيرة جدا، لن تختلف الخارطة في الدور الثاني تحديدا أروى. نعم. يعني في الدور الأول يعني في نهاية المطاف ستكون هناك منتخبات تشارك فقط من أجل المشاركة وليس من أجل الصعود إلى الدور الثاني، إلا في منادر أو إلى حدثت مفاجآت غير متوقعة. يبقى نشير أيضا كابتن محمد إلى فكرة البطولة المصغرة التي ستجمع 6 منتخبات ويتأهل عنها منتخبان. تماما بحسب التوزيع الذي ذكرنا هناك 46 منتخبا مباشر. وبالتالي يبقى بطاقتان. سهلة جدا. نقول أنه الدولة المنظمة سوف تستضيف في نوفمبر الذي يسبق المسابقة، تستضيف هذه الدول المنتخبات ال6. سيكون هناك حسب التصنيف العالمي مصنفان، أعلى مصنفين من بين المنتخبات ال6 سوف ينتظران. منتخبان سيلعبان ضد بعضهما البعض، الفائز سيلعب ضد المصنف الأول، ومنتخبان آخران سيلعبان ضد بعض وينتظرهما المصنف الثاني، والفائز سيحجز البطاقتين إلى النهائيات. لا شك على أن الصيغة يعني أقرب إلى كأس القارات ولو تكون صحيح. مصغرة هذه الدورة، ولكن عموما نقول الصيغة هذه تنتظر موافقة روتينية من مجلس الفيفا في 9 مايو المقبل في البحرين، أي قبل انعقاد الكونغرس الفيفا بيومين 2. صحيفة ليكيب الفرنسية تناولت مقترح مكتب مجلس الفيفا بشأن توزيع المقاعد في نهائيات كأس العالم 2026 على مختلف القارات. الصحيفة مضت إلى القول أن مكتب مجلس الفيفا وافق على نموذج توزيع المقاعد بين الاتحادات القارية المختلفة ليكون العمل بها ابتداء من مونديال 2026، وهو ما يجعل التوزيع عادلا بين القارات ويرفع من قيمة التنافس بين المنتخبات.